مساء الخير. هنبدأ ان احنا نعمل معانا الليفت. لونه وردي كده وشكله حلو، وهنعمله من غير بنجر ولا اي حاجة، وهيبقى ان شاء الله لونه جميل جدا وهتشوفه في اخر الفيديو. اول حاجة هنبدأ ان احنا نغسله كويس جدا، وننضفه ونسيبه لما ينشف معانا، لما يصفى المية اللي فيه خالص والتراب واي حاجة فيه، نغسله كذا مرة. بعد كده هنبدأ ان احنا نشيل الراس اللي فوق، وهنبدأ ان احنا بإذن الله نقطعه كده، ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي، عشان خاطر ان هي تكون معانا معقولة. ولو فضل مدة طويلة في البرطمان ما يطرش معانا ولا يبوظ. انا اولا ما بعملش البتاع الاخضر اللي تحت دوت، انا ما بحبش اعمله، وبعمل اللفتاية بس. فهنبدأ ان احنا نقطعها بالشكل الموجود دوت. على فكرة فوائد الليفت جميلة جدا، وخصوصا لو عندك اطفال، لو تقدري انك تأكليه ني حلو قوي. احنا الليفت مش هنحط له بنجر خالص، يعني مش هنحط له خالص، وهعمل لكم طريقة هتحبوها جدا. صلوا على النبي في الكومنتات وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. بعد بقى ما هنخلص كمية الليفت كلها اللي معانا، طبعا احنا كنا غاسلين، انا مش هغسله مرة تانية لان أنا كنت غاسلاه كتير. هنبدأ ان احنا نحط 3 معالق كده او 4 معالق ملح، وهنفقع عليه 5 ليمونات كده، وهنقلبه وهنسيبه ليلة كاملة. يعني مثلا عاملاه بالليل، هنسيبه طول الليل لتاني يوم الظهر، ونغطي عليه ونسيبه. وبعد بقى ما سيبناهم ليلة كاملة، هنبدأ بقى ان احنا نشوفه وهنقلبه بالشكل اللي قدامكم. شايفين المية اللي نزلت موردة من غير بنجر، فشايفين لون الليفت بقى موف لوحده من غير ما نحط بنجر او اي حاجة، لان البنجر ما بيبقاش كويس عموما في الليفت، بيخليه احيانا يسود زيادة عن اللزوم. هنبدأ بقى ان احنا نجيب البرطمان بتاعنا ونحط فيه الليفت بتاعنا. بس اهم حاجة يا جماعة تعقيم البرطمان قبل ما نحط حاجة، يعني اغسليه كويس بالمية والصابون، بعد كده تغسليه بمية دافية وتعقميه كويس عشان خاطر الحاجة اللي هنحطها فيه ما تبوظش. هنحط فيه بقى كل حاجة وهنحط كمان كام قرن فلفل. المية بقى اللي كنا عاملين فيها مش هنكبها، هنحط 5 كوبايات مية، ومع كل كوباية مية عشان تظبطي الملح 5 معالق ملح. كل كوباية مية تزوديها كل ما تحطي ملح، معلقة ملح بالظبط. بعد كده هننزلها عليه وهنملى البرطمان. عند المية طبعا ما كفتش، هنحط كوبايتين وكوبايتين، هنحط معلقتين ملح. يعني ظبطك كده، اظبطي ايدك مع اي مخلل هتعمليه، انك تحطي بكل كوبايه ميه كل معلقه ملح. وبعد كده هنقلبه كويس، وهغطي الليفت خالص بالميه، وهنجيب اي كيس بلاستيك عندك وغطيه. شايفين الميه لونها موف لوحديها، والليفت اصلا لونه موف، وكمان افتحي عليه بعد اسبوع